تحياتي أعزائي مشاهدينا متتبعينا. هذا هيثم الشمالي محدثكم يحدثكم في آخر مواعيد دوري 48 ساعة لأبطال فيفا أولتيميت تيم. مباراة مثيرة وفرق تتنافس من أجل اللقب الغالي. والآن نستعرض تشكيلة الفريق المضيف. الذي يلعب على ملعبه بين جماهيره. هنا الفريق يلعب بخطة 4-4-2. زلاتان إبراهيموفيتش، فالير جيرمان، كرة ترجع له بعد ما كان مررها من لحظات. هينج مين سون يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. كرة ما تعداش، برافو الدفاع. القوة أنه يستعيد الكرة ثاني مرة في لحظات. كرة تخرج، رمية جانبية. أمريكان، تحويل وجهة الكرة، ما غير اضطراب، ما زال الاحتفاظ بالكرة، البحث الدائم عن الفرصة والثغرة. إدريس جاي، عاود استعادها بطريقة سريعة. زلاتان إبراهيموفيتش، صدق أو لا تصدق، هذا هو زلاتان الهداف السويدي. زلاتان إبراهيموفيتش، الكرة تدخل المرمى. هدف رائع ملعوب. ما أجملها من فرصة، ما أجملها من لقطة، وما أحلاها من كرة في الشباك لهدف ولا بالأحلام. أول فرصة تجيب جول، صدق أو لا تصدق. 12 دقيقة من زمن المباراة والهدف الأول. لا زال الامتلاك بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. زلاتان إبراهيموفيتش، أمريكان، عملية هجومية ممتازة. كرة ما تعداش بعد دفاع رائع. هينج مين سون، أكيد لدينا فرصة هنا. زلاتان إبراهيموفيتش، هدف والكرة في الشبكة. هدف يستحق التصفيق والتهليل والتنويه والتمجيد. هدف من كرة ملعوبة على الأرض وعجز للحارس للتصدي. قد يكون لدينا فرصة هنا. تصويبة على المرمى. صناعة لعب والكرة تضيع. سيغورسون، هينج مين سون، أمريكان، أكيد الهجمة واعدة. ماركينوس، ساديو ماني، لا مكان للوصول لحارس المرمى. المدافع ممتاز، ممكن يفكر بالتسديد من هنا. إدريس جاي، زلاتان إبراهيموفيتش. ما أروع افتكاك الكرة هذه. ماركينوس، محاول الهجوم. فرصة حقيقية لتقليص النتيجة. الله،
وتسديدة لكن القائم يقول لا. كرة خذوا هات وترجع له بداية هجوم. اعتراض جيد من الدفاع. جيريمي مينيز، سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. يحب هذا اللاعب ملتصقا بالمدافعين، لكن عليه أن يحسن من اختيار توقيت هجومه وتمركزه. كورت زوما، تنفيذ تمريرة. قراءة جيدة جدا. شوف كيفاش يبدل الكرة من اتجاه لاتجاه آخر. امريكان، هذا الفريق عنده قدرة غريبة على الصبر. شوف التمريرات المتواصلة، يستنى الثغرة للمرور. تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى. ها هم يحصلون على الكرة مجددا. كيف سيقلبون الأحداث الآن؟ زلاتان إبراهيموفيتش، الدفاع يتدخل للركنية. كورت زوما، كرة تمشي باتجاه الحارس، تبعد مرة أولى لكن ما زالت الكرة في الميدان. المدافع يستعيد الكرة. مخالفة واضحة جدا. حذاري، لعلها الفرصة. مهارة ممتازة، تسديدة وكرة على الجول. من الممكن ركنية. زلاتان إبراهيموفيتش، يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. في رأيي بأن القرار كان صعب جدا على الحكم المساعد، لأن اللاعب كان تقريبا على نفس الخط مع المدافعين. نهاية الشوط الأول أصدقائي المشاهدين. ما رأيك في وينطلق الآن الشوط الثاني من المباراة ضمن فعاليات بطولة 48 ساعة لأبطال فيفا ألتيميت تيم. أمريكان، أكيد لدينا فرصة هنا. البناء الهجومي ممتاز جدا والعمل على محاولة إيجاد حلول متواصلة. اللعبة بين اثنين، خذوا هات. زلاتان إبراهيموفيتش، ساديو ماني، كأنهم يقدمون الكرة هدية للفريق الخصم. إدريس جاي، لا زال الامتلاك بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. سيغورسون، ماركينوس، اللعب الدائم هذه التشكيلة والثبات الأسماء يعطيهم يضيف لهم قوة. زلاتان إبراهيموفيتش، أكيد الهجمة واعدة، وضعية مناسبة والسانحة للتسديدة. الكرة تدخل المرمى. هدف رائع ملعوب. ما أجملها من فرصة، ما أجملها من لقطة، وما أحلاها من كرة في الشباك لهدف ولا بالأحلام. فريق واحد اللي يقوم باللعب، الثاني يقبل في اللعب. لعب مميز، الفريق يواصل هجومه لكن اللحظة لا محاولة التسديد. هانج مين سون يتحكم، شوطة على المرمى.
يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. محاولة للهجوم. لحظات من الضبابية، اتفكت الكرة بسرعة استعادها. كرة ممتازة، يسلم ويستلم مرة أخرى. رافائيل سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. سيغورسون تصويب على المرمى. هجمة سريعة وكرة خطيرة، لكن الدفاع ممتاز، نقول له برافو. إدريس جاي عملية هجومية ممتازة، مفيش إمكانية تهرب من المنافس، عنده فريق رهيب. الهجمة كانت منظمة ممتازة جدا، لكن في الأخير خسروا الكرة. ضربة في اتجاه المرمى. أوه، كرة جانبية، كرة على جناب المرمى. ممكن يفكر بالتسديد من هنا، من هذه المسافة يحاول يسجل جول. الركنية من أجل الهدف. تمريرة، ولكن جيرمي مينيز حذاري، لعلها الفرصة. الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهدوا فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. برافو المدافع، يتصدى لها في الوقت المناسب. تسديدها على المرمى. الهجوم متواصل، وهذه المرة من ركنية في مكان مناسب للتمرير. حارس فائق المهارة، روعة الشطارة، الله على حارسنا. وصل تسديد على المرمى، فرصة كبيرة والقائم يقول لا. لا مكان للوصول لحارس المرمى، المدافع ممتاز. إدريس جاي، ساديو ماني. هذا الفريق عنده قدرة غريبة على الصبر، شوف التمريرات المتواصلة، يستنى الثغرة للمرور. ماركينوس زلاتان إبراهيموفيتش. قد يكون لدينا فرصة هنا. اللاعب يسدد، كانت كرة في متناوله، برافو الحارس. سيغورسون تسديدة وكرة في اتجاه الحارس. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. إدريس جاي، أكيد لدينا فرصة هنا. شوف الامتلاك، محاولة تسديدة قوية، فرصة لهدف جديد، لكن الكرة تضيع. أصعب خيار على المهاجم حينما يكون وجها لوجه أمام حارس المرمى. هنا واجه الحارس لكن أرسلها بعيدة عن القائم. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. كرة ممتازة يبدل بها اتجاه اللعب. زلاتان إبراهيموفيتش، صدق أو لا تصدق، هذا وصل زلاتان. Together what you need and meet me
by the ashes of the dream. معكم عصام الشوالي للتعليق على ماتش اليوم، ماتش في اطار فعاليات دوري 48 ساعه لابطال فيفا اولتيميت تيم. اتوقع مباراه كبيره وفرجه مضمونه، كيف لا، والبطوله تضم افضل فرق العالم على الاطلاق. هذه هي كره تمشي باتجاه الحارس. محاولة التسديد، في النهاية ليس بهذه التسديدات ممكن تسجل جول. الخيرو إيليا، نقل الكرة من اتجاه لآخر، تبديل كلي للعب. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها، ولكن في الآخر المنافس استخلص الكرة. فرصة محققة لأخذ السكور. كرة ما تعداش بعد دفاع رائع. لا زال الامتلاك بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها.
اعتراض جيد من الدفاع. إيليا محاولة للهجوم. سيغورسون الخيرو إيليا صناعة لعب والكرة تضيع. جيرمي مينيز الهجمة كانت منظمة ممتازة جدا لكن في الأخير خسروا الكرة. أكيد الهجمة واعدة، وضعية مناسبة والسانحة للتسديدة. جيرمي مينيز الهدف الأول. مباراة إيليا الخيرو إيليا ممكن يفكر بالتسديد من هنا. تدخل عنيف، مخالفة ممكن بورقة انذار. ورقة صفراء في محلها لا جدال ولا شك. بالفعل زميلي عصام كان لابد من الانذار، انذار صحيح. فرصة خطيرة لكن برافو المدافع بامتياز. حذاري لعلها الفرصة. جيرمي مينيز حارس يتصدى لكن الخطورة ما زالت قائمة. للأسف سيغورسون سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. سيغورسون جيرمي مينيز كرة بينية، كرة مباشرة. الخيرو إيليا قد يكون لدينا فرصة هنا. هجوم رائع ينتج عنه التمرير عرضي للكرة. القوة أنه يستعيد الكرة ثاني مرة في لحظات. أكيد لدينا فرصة هنا. فالير جيرمان تصويب على المرمى. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب.
اللي خيره إيليا يتقدم يسجل هدف التعادل. بجهد كبير وإصرار أكبر يحرزون التعادل أجمل. سيغورسون فالير جيرمان، كرة ممتازة، يسلم ويستلم مرة أخرى. لا زال الانطلاق بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. الاحتفاظ بالكرة يحتاج إلى مزيد من الجهد. لا زالوا يحتفظون بالكرة ويبحثون عن اختراق حقيقي للفتحة. تسديد على المرمى. سيغورسون، نهاية الفترة الأولى بالتعادل. أعتقد أن نقدم شوط أول مقبول برشا. سجل هدف التعادل للفريق، وأعتقد راح يعطيه ذلك ثقة كبيرة قد تساعد في قيادة الفريق للانتصار خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة. وينطلق الآن الشوط الثاني من المباراة ضمن فعاليات بطولة 48 ساعة لأبطال فيفا ألتيميت تيم. ننتظر القرار التأديبي للحكم بعد ما صفر مخالفة. أي ورقة سترفع؟ سيغورسون، محاولة تسجيل كرة. حصلوا على الكرة الآن. السؤال، كرة يتمكن منها الحارس بكل سهولة. توقعتها هدف لكنه أنقذ الموقف. فالير جيرمان، قطع الكرة في مكان مناسب. أكيد الهجمة واعدة. سيغورسون، تركيز ممتاز من الدفاع. الآن فرصة جيدة لتمرير عرضية أفضل. ضربة في اتجاه المرمى. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. عاود استعادة بطريقة سريعة. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. من هذه المسافة يحاول يسجل جول. ترفعت الراية اعلانا عن تسلل صحيح. حذاري، لعلها الفرصة. اللاعب يسدد، حارس يتصدى لكن الخطورة ما زالت قائمة. رافائيل، فرصة خطيرة لكن برافو المدافع بامتياز.
سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. تمريرة جيدة يتواصل، تسديدة على المرمى. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. راسية ممتازة، تسديدة بالراس ممتازة والحارس يتصدر. لا تلدغ شباك من خصم مرتين. موصلة الاحتفاظ بالكرة، ربما هو الانتظار للثغرة من أجل خلق فرص في مكان مناسب رأسية. كانت متجهة للشباك لكن الحارس وقف بديه. فالير جيرمان سيغورسون، كرة مقطوعة بعد أن توقعها صح. شاهد كيف يمرر. تحكم ممتاز في الكرة. تمريرة ضعيفة برشا وبالتالي الكرة في حوزة الفريق الخصم. لاسل، كرة من الجانب ستلعب في تماس. لا زال الامتلاك بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. هو الدفاع لا زال متماسك. لاسن، دائما هذه اللقطة تثير حماسة الجمهور عندما يعترض الحكم طريق الكرة. جيريمي مينيز، أكيد لدينا فرصة هنا. لعب مميز، ضربة حرة في موقع ممتاز جدا. لو تعديت كان ممكن تعمل فرصة لكن برافو الاعتراض كان في مكان مناسب. ماركينوس، يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفك. حكم يزفر مخالفة، ننتظر هل سيستعمل كارت اصفر ام لا. لقطة رائعة من الحارس يتصدى للركلة الحرة بنجاح. برافو. لاسن، كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. جيريمي مينيز، تصدي رائع والكرة ما زالت خطيرة. برافو المدافع يتصدى لها في الوقت المناسب. أكيد الهجمة واعدة. فالير جيرمان، هجوم رائع، ياخذها الكرة بالراس. هدف درامي، هدف قاتل يمنح الأفضلية للفريق في نهاية المباراة. ليس من الممكن التعويض الآن. خلاص 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 انتهت المباراة بهدف الخلاص. هذا هو أهم هدف في المباراة، هذا هو هدف يقلب المعطيات، هدف الحسم والفوز. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. غلاسن، قد يكون لدينا فرصة هنا.
هجوم رائع. ينتج عنه التمرير عرضي. On the ceiling where our dreams could reach. So John McCallis, straight lines don't exist when you live it like you always dreamed it be. And I don't know what you will.